عناد ليلة واحدة وضياع العمر. تحكي لنا سيدة ركبت معي في سيارة الأجرة والدمع في عينها عن ابنها الذي كان شابا يعمل مع أخيه في محل تجاري ومعه عامل ثالث من غير العائلة. كان هذا الشاب يضيع ماله حتى تدخلت أخته الكبرى الأستاذة الوقورة المتزوجة بحكمتها واتفقت معه على عهد: يا أختي، سأضع مالي في حسابك وأعاهدك أنني مهما بكيت ومهما فعلت من المستحيلات لأسترجع مالي كي أصرفه، فلا تعطيني إياه. لكن في يوم من الأيام اشتهى الذهاب للمسبح مع أصدقائه، وبدأ يلح عليها منذ الصباح الباكر وبقي يضغط عليها طوال العشية. الأخت الأستاذة وبحكمتها ظلت تماطل وتؤخر في الوقت عمدا لعله يتراجع أو يمل، حتى وصلت الساعة 12 ليلا، وحين ظنت أنه سيتوقف قالت له: انظر كم الساعة الآن، الوقت متأخر جدا ولا أستطيع الخروج لسحب النقود من البنك، عندي 300 درهم فقط هنا، خذها. ظنت أن المبلغ قليل وقد يجعله يتراجع، لكن الشاب بعناده الشديد أخذ المال وذهب لزميله الذي يعمل معه في المحل، واتفق معه أن يعمل مكانه في المحل في الغد مقابل أن يرد له الجميل لاحقا. وفي الغد ذهب للمسبح، وفي لحظة طيش صعد للأعلى ورمى بنفسه وهو لا يحسن السباحة، سقط على رأسه فانكسرت رقبته وانكسرت معها حياته وحياة عائلته للأبد. اليوم هذا الشاب يعيش في سجن من الحزن والاكتئاب النفسي، والعائلة تصرف عليه شهريا أكثر من 30,000 درهم على الأطباء والعلاج النفساني، والأكثر إلى من أنه أصبح يحمل حملا في كل شيء. يحملونه إلى الكلية لعله يكمل دراسته وهو فوق كرسي، يحملونه إلى المرحاض ويحملونه إلى طاولة الأكل ليطعموه. هذه الرسالة موجهة للشباب: إذا وجدت الأبواب سدت في وجهك، الأخت ترفض، الأخ يرفض، الأم ترفض، الأب يرفض، فتوقف. هذه رسائل ربانية تقول لك هذا الطريق فيه خطر، لا تحاول كسر القدر بعنادك، فربما تلك العكسة هي التي كانت ستحميك من ضياع مستقبلك. عندما تضع مالك عند أختك أو أخيك وتطلب منهما أن تكون أو يكون حائط صد ضد طيشك، فاحترم هذا العهد. إلحاحك على كسر كلام أهلك هو بداية السقوط. أصعب شيء على الشاب في ريعان شبابه أن يتحول من شخص يركض ويملأ الدنيا حركة إلى شخص يحمل لكل مكان، حتى لأبسط احتياجاته. فكر في كرامة جسدك وصحتك قبل أن ترمي بنفسك في تهلكة من أجل لحظة متعة. اللهم اشفيه وعافيه وصبر أمه وأخته.